السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن النهاردة بنتكلم عن الأسبوع الثالث اللي خلص. أسبوع غريب لأن فيه 5 تعادلات. يمكن عدد آه، فرق الدوري مخلية المستوى مش أحسن حاجة. 21 فريق طبعا. في فرق كانت المفروض أو المفترض تنزل الموسم اللي فات، إلى جانب فرق لسه بتتحسس طريقها في الدوري الممتاز أول سنة دوري زي كهرباء إسماعيلية، فرق لسه طالعة جديد زي المقاولين، زي دجلة. فمخلي المستوى مش أفضل حاجة، مخلي إن في من 10 ماتشات 5 ماتشات انتهت بالتعادل. المهم الأسبوع دوت يمكن انتهى بإن الزمالك والمصري متصدرين الدوري، والأهلي زي ما احنا متفقين ليه ماتش مؤجل لأن الأهلي باي الأسبوع ده. تمام. أنا بس عايز أتكلم عن ماتشين، الماتش الأولاني بيراميدز والمصري، الماتش التاني الزمالك والمودرن. بيراميدز والمصري، نبيل الكوكي يا جماعة من أفضل المدربين اللي موجودين في الدوري المصري السنة دي. نبيل الكوكي عامل موسم ممتاز أو نتائج ممتازة مع المصري لحد دلوقتي. الكلام مش علشان فاز ماتشين ولا القصص دي كلها، فيها أرقام تانية بتقول الراجل ده عامل إيه مع المصري. مع أنا ليا تحفظ على القماشة اللي موجودة معاه. نبيل الكوكي جاب 8 أهداف في 3 ماتشات. فدي مش رقم قليل. انت كمان بتلعب الاتحاد، الجيش، بيراميدز، فرق مش سهلة. فإنك هجوميا تبقى جايب 8 أهداف، ده يعني أنا شايفه شيء قوي جدا لمدرب. إن شاء الله هنشوف منه حاجة جميلة جدا السنة دي بإذن الله. القماشة اللي مع الكوكي مش أفضل حاجة زي ما بقول، مع لعيبة مش عايز أسمي، لكن أعتقد إن إدارة المصري لو قدرت تدعم الراجل ده أقوى من كده بشكل أحسن من كده في الميركاتو اللي جاي، هتلاقي فريق بصراحة قوي جدا مع مدرب قوي جدا. الماتش كان رايح جاي، تقدم بيراميدز رجع المصري، تقدم بيراميدز رجع المصري تاني. المصري كان يقدر يفوز لأنه ضيع ضربة جزاء اتشاطت وحشة قوي بصراحة. لكن اللي أنا عايز أوصل له إن المصري عامل حالة في الدوري. اللي عايز أتكلم عنه برضو راجل هو يعتبر نجم ال3 أسابيع الأولى، وكان فري في فترة الانتقالات اللي فاتت، هو عبد الرحيم دغموب. الراجل ده فارق جدا 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 مع فريق النادي المصري. زي ما بيقولوا ايه، الكل في الكل في الفريق. عبد الرحيم دغموم لعيب مهم جدا جدا جدا. عامل حالة زي ما بقول مع النادي المصري، يعني أتوقع إنه هيتألق السنة دي بشكل قوي جدا، وهيبقى في نهاية السنة في مزاد عليه. عمر الساعي برضو من العلامات الاستفهام، متألق مع المصري، جاب جون ولا أحلى، جون عالمي بصراحة، لعبة ثلاثية كده بين صلاح محسن ودغموم وعمر الساعي. عاملين ماتش ولا أحلى ولا أروع التلاتة بصراحة. ونبيل الكوكي زي ما بقول كنت عايز أديله حقه جدا، عامل يعني شغل تكتيكي عالي جدا مع النادي المصري. يمكن نروح لماتش الزمالك ومودرن سبورت. الناس بعد الماتش الزملكاوية تحديدا يعني أقاموا الأفراح وليالي الملاح وكأن الزمالك خد كأس العالم للأندية. أنا عايز أقول الزمالك لسه قدامه كتير جدا علشان يوصل لمستوى الأداء اللي الجماهير بتاعته محتاجة تشوفه، لكن الزملكاوية بقالهم فترة كبيرة جدا الدنيا ما كانتش أحسن حاجة، ما عندناش لعيبة، يعني ما كانش عندنا وينج رايت، بقى عندنا ألفينا وعبد الحميد معالي، الناحية التانية شيكو بانزا وأدم كايد. فالزملكاوية فرحانين إن بدأ يبقى عندهم نواة لفريق قوي، نواة لفريق قوي. لكن احنا لغاية دلوقتي المستوى مش أفضل حاجة. يمكن اللي منحنا الأفضلية يمكن في أول 60 دقيقة كان إن يانيك فريرا حط اللعيبة في مراكزها السليمة الصحيحة. يعني حط عبد الله السعيد زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت في مركز 8، فعبد الله السعيد جاي بوشه
هو اللي عامل الاسيست الاولاني للجون الاولاني، لعب كرة لاخوان الفينا اللي اتصرف فيها ولا احسن ولا اروع. وبدأ الهجمة بتاعة الجون التاني، هو خدها اداها لشيكوبانزا، شيكوبانزا الألفينا اللي اداها له تاني وجاب جون. فعبد الله السعيد في المكان ده هو الأفضل على الإطلاق، ده المكان الأفضل ليه على الإطلاق. لكن الماتشين اللي قبل كده بتلعب عبد الله السعيد في مركز 10، أنت كنت خسرانه بشكل كامل، يعني بشكل كامل. فالإخوان ألفينا لفت أنظار الناس كلها، لعيب حريف جدا لكن لسه محتاج ان هو يقف على رجله اكتر بدنيا، الفريق كله محتاج يقف على رجله اكتر فنيا. يعني فيريرا بس انا عايز الفت نظره لشيء، هو بيسعى للعداله، بيعمل روتيشن كتير حتى في السكواد اللي بيختاره للمباريات. يعني الماتش اللي فات كان فيه عمرو ناصر، المرة دي عمرو ناصر بره فدخل أحمد شريف. العدالة اللي أنت بتسعى لها دي قد تخسرك نقط كتير، لان انت مش وقت ان انا اجرب وانا كسبان 2-1 بس، في وقت ينفع اجرب فيه وفي وقت تاني لا، ممكن ابقى بخاطر بنتيجة الماتش ككل. التحكيم كان غريب جدا، في حكام بتعتقد اني لما ادي انذارات كتير ومش عارف ايه وقصص كده ابقى انا بظهر، لا بالعكس. في حكام بتسمح بالالتحام، فلما اسمح بالالتحام يبقى ما ينفعش ان انا كل لعبه ادي عليها كارت اصفر. فده كان ملاحظتي على يعني حكم ماتش الزمالك وبيراميدز، الزمالك سوري ومودرن سبورت. الى جانب طبعا الواقعه الشهيره بتاعت محمد سعيد شيكا حارس مرمى نادي فاركو بالنسبه لمحمد معروف، والفار علامه استفهام كبيره، انا مش عارف ازاي ما كانش فيها كارت احمر. لحظكم الحلو ان المباراه دي انتهت بفوز الجيش، ده لحظكم الحلو. عايز اتكلم كمان عن مدربين عاملين شغل قوي جدا. يعني انا بس عايز ابعد عن الاسامي اللي هي معروفة واتكلمنا عنها كتير، الكوكي، علي ماهر، الناس دي. انا عايز اتكلم عن محمد شوقي مع زد، عامل شغل ولا احلى ولا اروع، وتجربة يعني انا متحمس لها جدا. وبصراحة محمد شوقي من اللعيبة اللي كنت بحبهم جدا، عامل شغل كويس جدا مع زد. نفس الشيء سيد عيد مع بتروجيت، عامل شغل كويس جدا جدا جدا. مجدي عبد العاطي مع مودر، انا بس عايز اقول ان مودرن دي السنة اللي فاتت فريق كان هابط دوري درجة تانية لولا تعديل اللوائح. فالتلاتة دول بصراحة لافتين نظري جدا جوه الدوري الممتاز. في يمكن من اتكلمت عنهم كتير، عمر الساعي وعمرو السولية من النجوم بتوع الدوري في الثلاث أسابيع اللي فاتوا. عمرو السولية الأسبوع ده جاب جون عالمي ولا أروع يعني. فدي برضو من مفارقات الدوري الجميل بتاعنا. يمكن الأسبوع الثالث انتهى والمصري متصدر الجدول المسابقة بفرق الأهداف عن الزمالك اللي بيجي في المركز الثاني. وراهم زد زي ما بقول محمد شوقي، وراهم بتروجيت سيد عيد، وراهم بيراميدز اللي بدأ ينطفي. بيراميدز السنة دي زي ما يكون وصل لقمة المنحنى بتاعه وخلاص نازل تاني السنة دي. قد تشهد مفاجأة في نتائج بيراميدز وترتيبه في نهاية المسابقة. بطلب من الزملكاوية بس الإعلاميين الزملكاوية أرجوكم ما تدوش الأمور أكبر من حجمها، ده مجرد انتصار ب3 نقط، ولسه الدوري طويل جدا، ولسه اللعيبة دي محتاجة كتير جدا والمدرب نفسه علشان يوصلوا للمستوى اللي احنا بنطمح له، المستوى اللي يقدر يكسبك بطولة. فأرجوكم رفقا بينا وباللعيبة وما تقعدوش تنفخوا فيهم زيادة عن اللزوم. ده كان يمكن ملخص الأسبوع الثالث، وإن شاء الله مع بداية الأسبوع الرابع نعمل حلقات جديدة نتكلم فيها عن الدوري المصري. شكرا.